المكان مدينة الأتارب غرب حلب، والحدث لتهجير مقاتليها. كثيرون استوقفهم المشهد وعاد بهم لصور تهجير مشابهة في الغوطة وحلب وحمص على يد ميليشيات أسد. تتضح الصورة أكثر فتدخل أرتال هيئة تحرير الشام مدينة الأتارب بعد حصارها لأيام في مشهد لا يختلف عن أرتال ميليشيا أسد. نحن جئنا نخلصكم من هؤلاء البغاة. تقول الهيئة إنها جاءت لحماية المدنيين وقتال البغاة أي الفصائل، ويقول بشار الأسد على أنقاض الغوطة الشرقية ما يشبه ذلك. ممكن الإرهابي يختصر عناصر الهيئة رمزية ما حدث شمال سوريا في الأيام الماضية بعالم الثورة كما فعل عناصر الأسد من قبل. وفي غرابة وصلت حد تطابق يأتي ما أطلق عليه باتفاق الأتارب المفروض من قبل الهيئة لينص على حل فصائل المدينة وعبارات شبيهة بتسوية أوضاع من يرغب. 5 أيام مرت على اقتتال فصائل الشمال السوري، وإن جاز أساسا تسميته بالاقتتال يحسم الأمر ميدانيا لصالح هيئة تحرير الشام التي ابتدأت المعارك وأنهتها بالسيطرة على مساحات محررة غرب حلب بينها مدن وبلدات دارة عزة وعنجارة ومعارة الأرتيق والأتارب، وصولا لحل عدة فصائل عسكرية كحركة الزنك التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، فتنضم الحركة إلى قائمة فصائل تابعة للجيش الحر قضت عليها جبهة النصرة سابقا الهيئة حاليا على مدار السنوات الماضية كالفرقة 30 وحركة حزم وتجمع فاستقم واللواء السابع. توسع الهيئة العسكري على حساب ما حرره الجيش الحر سابقا جاء بالتزامن مع ظروف إنسانية كارثية للمدنيين والمهجرين شمال سوريا وفيضانات اجتاحت قبل أيام مخيمات أطمة الحدودية، في حين تسببت الاشتباكات بإغلاق معظم الطرق وانقطاع المواد الأولية والغذائية. لكنكم قبضاياتكم نظام بالمنصورة، لك حاج تقتلوا فينا، لك حاج تقتلوا بهالشعب، لك هدولتوا الشعب يا جبهة النصرة. لا يبدو أن هذه النداءات لاقت آذانا صاغية، خصوصا إذا ما عرف أن أرتال الهيئة كانت تحت قيادة أبو اليقظان المصري وأبو الزبير الفلسطيني وأبو حسين الأردني، في حين ومع وصل الهيئة مناطق سيطرتها شمال إدلب بغرب حلب وفصلها منطقة غصن الزيتون في عفرين، أثار ناشطون تساؤلات حول دور فصائل الشمال في صد هجمات الهيئة غرب حلب، فيما دخل فصيل فيلق الشام كوسيط لترتيب القضاء على حركة الزنكي. في الأثناء تقول مصادر إن معارك الهيئة الأخيرة مكنتها من انتزاع أبرز المفاصل شمالا في خطوة استباقية لتنفيذ بنود اتفاق سوتشي وفتح طريقي دمشق حلب وحلب اللاذقية، ومع بقاء معرة النعمان وأريحة خارج سيطرة الهيئة وعائقا في وجه الطريقين جنوب إدلب. كيف ستعمل الجبهة الوطنية وبقية الفصائل لمواجهة أرتال الهيئة، خصوصا مع نجاح استراتيجية التفرد التي تتبعها الأخيرة مع جميع الفصائل؟ اليوم نغزوهم بإذن الله، اليوم عندك حصولهم بإذن الله.